تعد لجنة الأركان العملية المشتركة السيموك التي تتفاعل فيها كل من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا نموذجا لبناء أمن مشترك بمنطقة سيادية وتضامن يهدف للتكامل المجهودات لمكافحة الإرهاب والجريمة ذات الصلة وضمان سلامة الحدود وخلق الظروف الملائمة لتنمية واستقرار هذه الدول. سيداتي سادتي، إن الوضع المعقد الذي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي ما هو إلا نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ سنة 2011 والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ أبريل 2023 الذي سيكون له ارتدادات جهوية قد تعقد حالات عدم الاستقرار في الساحل والقرن الإفريقي. كما تتأثر منطقة شمال إفريقيا بالتداعيات الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل محل قلق وانشغال دائمين بالنسبة للمجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بعرقلة كل المبادرات السياسية الرامية لتجسيد حل الدولتين وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين. كما يشكل استمرار الانسداد السياسي في ليبيا مصدر قلق لكل الشعوب المنطقة التي تأمل وصول الإخوة في ليبيا لحل سياسي توافقي على طريق المصالحة الوطنية الجامعة وانتخابات ديمقراطية. وعلى صعيد آخر نسجل بارتياح كبير الخطوات الجادة ومساعي التهدئة التي أفرزت بداية الانفجار للأزمة في اليمن وإجراءات التهدئة المتخذة بين دول هذه المنطقة.